في يوم مصر صحيت واكتشفت إن التاريخ نفسه اختفى. يوم كامل اتشال من الوجود ومحدش عارف راح فين ولا ليه. بس الغريب إن كل الناس حسوا إن في حاجة اتسرقت منهم، حاجة كبيرة. مر 70 سنة ولسه محدش فاهم اللي حصل في اليوم اللي اختفى من مصر سنة 1845. كل اللي وصل لينا أوراق ناقصة، شهود ماتوا، وسجلات اتقطعت بإيد حد مش الزمن. كل ما افتح ملف من الملفات القديمة بلاقي إن في حاجة ما كانتش المفروض أشوفها، وكأن اليوم ده اتشال من التاريخ عمداً. أول دليل خلاني أشك إن اليوم اتحذف كانت وثيقة حكومية غريبة من سنة 1845. الوثيقة بتسجل أحداث أسبوع كامل، بس يوم كامل مش موجود، لا مكتوب ولا متشطب ولا حتى في الهامش، كأن الكاتب نفسه ممنوع يكتبه. ومن اللحظة دي فهمت إن الموضوع مش خطأ في الورق، ده قرار. أول ما المؤرخ فتح الملف لقاها مكتوبة بخط غريب أقدم من الزمن نفسه، صفحة كاملة بتوصف يوم اتشال من مصر سنة 1845، يوم محدش عاشه بس أثره موجودة. اللي كان أغرب إن كل اللي عاشوا في الفترة دي كتبوا نفس الجملة: صحينا لقينا الدنيا اتغيرت بس محدش فاكر إمتى وليه. المؤرخ بدأ يقلب في الصفحات بالعافية. الخط كان مهزوز، كأنه مكتوب بإيد واحد كان بيرتعش، وكل اللي مكتوب كان بيحكي عن صباح حصل فيه ارتباك غريب. الناس صحيت بدري عن الطبيعي، الدكاكين اتفتحت قبل ميعادها، والهوا كان ساكن بشكل يخوف. بس اللي جنن المؤرخ إن كل اللي كتبوا المذكرات في نفس اليوم كتبوا نفس الجملة بالظبط: كنا فاكرين إن النهاردة جمعة، بس طلع مش الجمعة. المؤرخ قرر يعيد ترتيب الأحداث على خط زمني، وهنا حصلت الصدمة. كل السجلات الرسمية للحكومة في 1845 اتقفلت يوم 12 وافتتحت تاني يوم 14. مفيش يوم 13 في أي ورق. مش بس كده، أجور العمال ناقصة يوم، الضرايب ناقصة يوم، تسجيلات المواليد ما فيهاش أي طفل اتولد في التاريخ ده. الموضوع مش اختفاء شعور، الموضوع اختفاء دولة بحالها لمدة 24 ساعة. وسط كل السجلات اللي اختفت كان في سجل واحد بس مختلف، دفتر قديم صفحته مقطوعة، لكن اللي بقى منها كان كفاية يفجر العقل. سطر واحد مكتوب بخط مرعوب: النهاردة الشمس طلعت مرتين. المؤرخ وقف يتنفس بصعوبة، لأنه لو الكلام ده صح يبقى اليوم اللي اختفى ما اختفاش لوحده. المؤرخ بدأ يقارن بين دفاتر مناطق مختلفة في مصر سنة 1845، ولقى حاجة ما كانش المفروض حد يشوفها. في قرية صغيرة في الوجه البحري كان في شاهد كتب نفس الجملة: النور رجع مرتين والنهار اتولد من جديد. وفي سجل تاني من الصعيد مكتوب إن الأذان اتقال مرتين لنفس الفجر. كل منطقة كتبتها بشكل مختلف، لكن كلها بتقول نفس المعنى: اليوم ما اختفاش، اليوم اتعاد، اتكرر واتلغى واتمسح. ده بيفتح الباب لأول مرة لفكرة إن الزمن حصل له خلل فعلاً، مش مجرد غلطة في السجلات. في اللحظة اللي المؤرخ افتكر إنه فهم، الدنيا اتشقلبت عليه، لأنه هو بيراجع أرشيف جريدة قديمة من الهند لقى تقرير مكتوب في نفس اليوم سنة 1845 عن صيادين شافوا الشمس ترجع وتتقدم في السماء كأنها وقفت ثواني. وفي أرشيف من إيطاليا مسجلين حادثة غريبة: ساعة برج الكنيسة دقت نفس الجرس مرتين على نفس الدقيقة. وملف من الإمبراطورية العثمانية جندي كاتب بخط مرتكب: الفجر جه وبعده جه تاني. المؤرخ هنا فهم أول مرة إن اللي حصل في مصر ما كانش حدث محلي، ده كان شرارة من خلل عالمي، خلل عالمي. لما المؤرخ ربط كل الدول دي على الخريطة ظهر قدامه شكل ما كانش صدفة: خط واحد بيتقاطع عند نقطة واحدة في نص البحر المتوسط، نقطة محددة بالظبط يوم 3 مارس 1845. وفي السجلات الأوروبية في مركب تجارة مذكور إنها اختفت لحظة واحدة ورجعت تاني بعد ثواني كأن الزمن اتقلب حواليها. وأول ما المؤرخ شاف التقارير دي فهم إن اليوم ما كانش اتعاد بس، لأ، في لحظة في التاريخ الزمن نفسه اتكسر.
السر اللي اتدفن 70 سنة واللي محدش في مصر كان يعرفه. المؤرخ رجع لسجلات أوروبية قديمة ولقى إن في يوم 3 مارس 1845 مجموعة علماء كانوا بيعملوا تجربة سرية في البحر المتوسط. تجربة كانوا بيسموها نافذة الزمن القصيرة. الفكرة كانت بسيطة على الورق، لو قدرت تبطئ جزء صغير من الزمن لمدة ثانية واحدة بس هتقدر تشوف لحظة من الماضي أو المستقبل. بس اللي العلماء ما حسبوش حسابه إن الزمن مش خيط، الزمن نهر. ولما لمسوا الجهاز التجربة الزمن اتشقق لحظة وعمل موجة غير مرئية ضربت مصر كلها. الموجة دي رجعت الشمس دقيقة والفجر دقيقة والنهار دقيقة لحد ما تكون يوم ناقص ويوم اتعاد. وبسبب التشقق ده الحكومات خبت كل حاجة والعلماء اختفوا من التاريخ ومفضلش غير شهود عشوائيين وسجلات ملخبطة، ومصر اللي صحيت على يوم ناقص من غير ما تعرف إن في يوم كامل اتمسح من التاريخ.